على بعد عدة أشهر من استضافة كأس العالم للأندية في عامين متتاليين. وقع الاختيار على ملاعب مراكش وأكادير لاستضافة مونديال الأندية. ملعب مراكش يتسع ل45 ألف متفرج، وبعد أكثر من عامين على افتتاحه احتضن تظاهرات عديدة وبات مستعدا للحدث العالمي نهاية العام. بفضل الصيانة المستمرة والعناية بجميع المرافق وجميع التجهيزات الحديثة ديال الملعب، يعني الملعب دائما في كامل الاستعداد ديالو، في حلة جيدة لاستقبال التظاهرات الدولية. وفي مدينة الجنوب يتواصل العمل بملعب أكادير الذي وصل مراحله الأخيرة، وهو ملعب واجه صعوبات عديدة ليرى النور خلال هذا العام. صرح رياضي سيضيف الكثير لجنوب المغرب، وسيحتضن أول مباراة في مونديال الأندية بين الرجاء المغربي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. الملعب الكبير لأكادير جاب المنطقة الجيولوجية اللي هي مدينة أكادير، والسبب اللي خلاه باش انا تعطل في الاشغال ديالو اللي داروا بزاف ديال الدراسات على الصعيد العالمي، جاو دي لابوراتوار بزاف ديال المكاتب ديال الدراسات على الصعيد العالمي. ثانيا ان السطح ديال العشب جا مسافه ديال ناقص 8 متر بالنسبه لسطح الارض. ملاحظات عديدة رافقت الزيارات المتتالية للجان الفيفا، والتي تمت بملاعب التدريب في المدينتين بصفة خاصة. المغرب جاهز لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية. من ناحية ملعبي أكادير ومراكش فتنظن بأن جميع الوسائل اللوجستيكية والتقنية والأمنية فهي متوفرة، والحمد لله تنتوفروا على وسائل حديثة اللي تمكننا باش التنظيم ديال كأس العالم يدوز في ظروف حسنة. المغرب يحتضن أول حدث كروي عالمي بملاعب مراكش وأكادير. الكأس العالمية ستشكل اختبارا لمدى قدرة البلاد لاحتضان أكبر المنافسات العالمية بعيدا عن الاستفادة المادية. مع اقتراب انطلاق الحدث العالمي تبدو ملاعب المغرب مستعدة لاستقبال أبطال القارات ليعود شرف الاستضافة للعرب من جديد. ياسين معرش، الجزيرة الرياضية، أكادير، جنوب المغرب.